في التسعينات كان في اسم واحد يرعب أي دفاع في أفريقيا. اسم لو اتقال في المدرجات الجمهور كله يقوم. العميد حسام حسن. دي قصة الجيل الذهبي الجزء التالي. ألف تسعمية ستة وستين حلوان. ولد توأم إبراهيم وحسام. مفيش أكاديمية ولا وساطة. دخل الأهلي 18 سنة. أول ماتش جول. المدرب قال جملة واحدة: ده رزقه في الجول. ومن هنا بدأ التاريخ. جيل التسعينات كان كله نجوم، بس كان ناقصه مقاتل واحد ياكل النجيلة. حسام ما كانش بيلعب عشان يلعب، كان بيلعب عشان يكسب وبس. 3 حاجات محدش كان بيعرف يعملها زيه: الشراسة والجري والهدف. ستة وخمسين سنة مصر ما تغيبش عن كأس العالم. الاتنين التوأم قالوا كفاية هدف. حسام في الجزائر، هنا في القاهرة. خلى 70 مليون يطلعوا الشارع. دي كانت أول خطوة من الجيل ده يتكتب بالتاريخ. مع الأهلي كان في حاجة تانية: 14 دوري و4 دوري أبطال. هداف الدوري 4 مرات. كان بيطير على أي عرضية كأنه متعلق في السما. الجمهور سماه السفاح عشان كان بيذبح أي دفاع. اتناشر سنة بنجري ورا أفريقيا مش عارفين. 1998 بوركينا فاسو النهائي. الدقيقة 65 عرضية، حسام بالرأس، جول. 0-2 وخلصت. بكى وهو شايل الكيس وقال الدين ده كان في رقبتي. دي كانت بطولة حسام حسن، مش مصر بس.
تعالوا نتكلم بالأرقام عشان نفهم العظمة. 176 ماتش دولي رقم قياسي، 68 جول دولي، هداف مصر التاريخي لحد النهاردة، أكتر لاعب لعب للأهلي، أكتر لاعب جاب بطولات، ولعب لحد 39 سنة ولسه بيجيب أجوان. اعتزل في 2008 بعد 24 سنة كورة بس. أي مهاجم مصري طلع بعده تقارن بيه، أي طفل في التسعينات كان حلمه يبقى زيه، مش عشان المهارة، عشان الروح. الجيل الذهبي كان فيه نجوم كتير، بس لو هتختار قلب الجيل ده هتختار حسام، اللي جرى على كل كورة كأنها الأخيرة، اللي شال منتخب بحاله على ظهره، اللي علمنا إن العند والإصرار ممكن يوصلوه للقمة. ده كان حسام حسن العنيد. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر موقف حسام حسن اثر فيكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الرسالة توصل. تابعونا على جنة الحكايات.